السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ ولاء. النهاردة إن شاء الله من مطبخنا هنعمل لكم وصفة جميلة جدا وهتعجبكم إن شاء الله. كل المقادير موجودة عندنا في قلب البيت، وبعد ما نخلص الفيديو هنقوم نعملها بكل سهولة، وهي الكيكة التركي. يلا نروح مع بعض للطريقة والمقادير ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. المقادير عندي هنا: محضرة الخلاط، نزلت باتنين من البيض وعليهم ربع كوب من الزيت، وبعد كده هنزل عليهم ربع كوب من السكر، وبشرة عندي برتقانة. هاخد بشر البرتقان وهنزل بيهم على المكونات زي ما انتم شايفين كده، وهستغنى عن الفانيليا علشان انا عندي هنا بشر برتقان. هحضر عندي المواد الجافة اللي هو كوب من الدقيق وعليه ذرة من الملح، وباكو من البيكنج باودر اللي هو حوالي 16 جرام، يعني معلقة كبيرة وشوية تقريبا. وهقلبهم كويس جدا مع بعضيهم المواد الجافة، وبعد كده هنزل بيه المواد السائلة اللي انا ضربتها في الخلاط واقلبهم مع المواد الجافة. بس فاضل عندي في المواد السائلة ربع كوب من البرتقان، هنزل عليهم دلوقتي اهو. انا عاملة عندي البرتقان عصير، والبرتقان الايام دي كتير، ونعمل بيه طبقة الكيك الجميلة بالثلاث طبقات. جميل جدا ان شاء الله، الكيكة هتعجبكم. وقلبت كل المكونات زي ما انتم شايفين كده. حضرت الصينية عندي، هنزل بالخليط خلاص بعد ما قلبته كويس جدا. طبعا مسخنين الفرن. هفرد بقى الخليط في الصينية كويس جدا وادخله الفرن على درجة حرارة 180، وبعد ما يخرج من الفرن نشوفه مع بعض. وده شكل الكيك بعد ما خرج من الفرن، ما بياخدش وقت خالص، وعلى حسب كل فرن طبعا بيختلف الفرن التاني. محضرة عندي بعد ما بردت الكيك خلاص. محضرة عندي الطبقة التانية وهي طبقة الكريم شانتيه. بحط الطبقة التانية هدخلها التلاجة بقى واحضر الطبقة التالتة. الطبقة التالتة عندي نزلت بربع كوب من السكر، وهناخد عليهم كوبايتين من عصير البرتقال ومعلقتين من النشا. هقلبهم كويس جدا، وبعد كده هحطهم على النار. هحطهم على النار بالشكل ده، وده شكلها بعد ما خلاص قعدت على النار. فهحط بقى، سيبها تهدى شوية وتبرد، وبعد كده هنحطها الطبقة التالتة. طلعت خلاص الصينية من التلاجة، واحط الطبقة التالتة وهبدأ افرد الصوص البرتقال اللي هي الطبقة التالتة زي ما انتم شايفين. وبعد كده هدخلها التلاجة، وبعد ما دخلتها التلاجة شوية هقطعها بقى بكل سهولة. نقدر نعمله ان شاء الله في اي وقت، ومش هياخد منا وقت خالص، والاطفال هيحبوه. ولو عندنا ضيوف او عندنا اي مناسبة ان شاء الله يعجبكم الكيك، طعمه جميل جدا ان شاء الله. انا زينا عندي هنا طبقة الكريم شانتيه وردات كده، تقدروا تاكلوه سادة تزينوه. المهم عندنا الكيكة طعمها جميل جدا، وده شكلها بعد ما قطعتها حلو قوي. هنزلها قدامكم في طبق التقديم. ودي كانت وصفتنا اليوم، يا رب تعجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس، وان شاء الله تستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.